السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ هتكلم النهارده عن موضوع مهم لناس كتير قوي، سواء اللي لسه هتيجي الامارات او موجوده بالفعل هنا، وهي ازاي ادور على مصدر دخل اضافي بجانب شغلي، او اللي عنده وقت اضافي مثلا ممكن يعمل ايه علشان يقدر يشوف مصدر دخل تاني. هتكلم على اكتر من مصدر دخل ممكن تشوف انت من وجهة نظرك، وبناء على ظروفك وامكانياتك ووقت ما تشوف المناسب ليك. وقبل ما ابدا عايز اقولك على حاجه، ان كل حاجه من اللي هوضحهم في الفيديو ده ممكن حد يشوفها غير مناسبه ليه، وممكن حد تاني يشوفها كويسه ومناسبه بالنسبه لهم. وفي حاجات قانونيه وفي حاجات تقدر تمشي بيها حالك، يعني ايه، حاجات مؤقته كده. بس انا بوضح لك اللي موجود وناس بتعمله على ارض الواقع، فلازم اوضح لك كل حاجه عشان تبقى عارف كل جوانب الحاجه اللي ممكن تفكر فيها وتجيب منها فلوس حتى لو قليله. وزي ما قلت، هي اغلبها بتكون بجانب شغلك الاساسي، صعب تعتمد عليها اعتماد كلي كمصدر دخل لانها متغيرة مش ثابتة طول الوقت. يعني فدايما يعني الحاجة اللي مش ثابتة دي دايما انت ما تقدرش تعتمد عليها طول الوقت، فانت بتبقى محتاج حاجة ثابتة تجيب لك فلوس، زي مثلا مرتب ثابت، وتقدر عايز تزود دخلك بتعمل الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي. فقبل ما نبدأ طبعا ما تنساش اللايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتقول لي رأيك في الكومنتات علشان نفيد بعض. وركز بقى معايا كده واحدة واحدة في كل كلمة انا هقولها. اول حاجه هتكلم فيها هي موضوع التوصيل، وهنا في كذا نوع من التوصيل. في حاجه اسمها كار ليفت، وهي ان يكون معاك عربيه مثلا بتقدر وانت رايح شغلك بتتفق مع ناس رايحه شغلها نفس طريقك، وبتاخد على كل فرد مثلا مبلغ معين انت بتتفق عليه شهري، في مقابل انك توصلهم رايح جاي في طريق شغلك. وده امان شويه لانك كده كده رايح شغلك، فبتاخد معاك ناس تكسب مثلا في حدود 1500 2000 درهم في الشهر بجانب مرتبك. فده برضو الى حد ما دخل الى حد ما كويس. او في ناس مثلا بتشتغل في وقت فراغها انها توصل للناس مشاوير مثلا زي التاكسي بالظبط. برضو المشاوير على حسب الاتفاق، بس هرجع اقول لك ان دي من الحاجات اللي فيها مخالفة كبيرة هنا في الامارات، توصل مثلا ل 5000 درهم واكتر. فعشان كده بقول صعب تعتمد عليها اعتماد كلي لانها مش امان. بس ايه، بشوف ناس كتير بتعمل اقامة سنتين مثلا، او اللي هي اقامة الحرة دي، وتشتغل كار ليفت بس طول الوقت، فتعتبر حاجة مؤقتة لحد ما تشوف شغل اساسي. لكن انت ممكن تشتغلها وبشكل قانوني، وهو انك تعمل اقامة على شركة لاموزين مثلا، او الشركات دي ممكن تسلمك عربية تشتغل بيها، او انت يكون معاك عربية موديل حديث شوية وتشتغل تحت اسم الشركة، وبتطلع كارنيه كده زي اشتراك مثلا، زي الاشتراكات اللي هي بتعملها شهري او سنوي من التي ار اي اللي هي هيئة المواصلات العامة في دبي. مبلغ بسيط شهري او سنوي زي ما انت ما تحب يعني. ان لو حد وقفك طبعا بتوريه الكارنيه انك شغال تحت مسمى شركة معينة وبتشتغل شكل قانوني. المرتبات مثلا بتبدأ من 4000 درهم على حسب شغلك. لكن بقى تفاصيل بقى الشغل والصيانة والبترول والحاجات دي بتبقى على حسب سياسة كل شركة يعني، فانا مفيش حاجة ثابتة اقدر احددها لك في الحتة دي. في طبعا اوبر وكريم، ودي تقدر تشتغل بسيارات الشركة اللي هي عربيات الشركة يعني، وهتكون اقامتك على الشركة نفسها. ولو عايز تشتغل بعربيتك برضو متاح، بس لازم تكون العربيات مثلا بمواصفات معينة، يعني مثلا موديل اخر 5 سنين او اقل. ولازم تكون موديلات معينة اللي هي موديلات اللوكسجري شوية، يعني تنفع مثلا للناس في اي بي يعني. ما ينفعش مثلا تجيب سيارة صغيرة اقتصادية مثلا، حتى لو جديدة زيرو، يعني ما تجيبش مثلا صاني ولا الحاجات اللي هي الرخيصة دي مثلا، ما تنفعش. لازم عربيات بمواصفات كويسة، لان انت بتبقى بتشتغل مع ابلكيشن اوبر بيزنس. اوبر بيزنس ده بتبقى عربيات سيارات معينة لفئة ناس معينة، وسعر الرحلة مثلا بتكون عالي شوية عن الحالات العادية. طبعا شروطها تكون معاك هوية إماراتية، جواز السفر، رخصة قيادة، كارنيه اللي أنا قلت لك عليه اللي هو بيطلع من الار تي اي. وبتقدم عن طريق الابليكيشن وتحمل اوراقك اونلاين وبتشتغل وقت فراغك عادي، ودي احسن يعني، احسن كتير من الكار ليفت علشان تشتغل بامان يعني، ما تبقاش مقلق بقى ان حد بقى يمسكك والحاجه دي. شغلها كويس بالاخص في دبي، لكن لازم سيارات موديلات معينه تكون حديثه، وطبعا بياخدوا منك نسبه من الفلوس اللي بتحصل عليها كل اسبوع. فكل حاجة ليها ميزة وعيب زي ما قلت لك، والقرار ليك. في نوع توصيل تاني وهو بالبايك او الموتوسيكل، ودي بيبقى ليها رخصة خاصة بالموتوسيكل، ودي بقى ايه مختلفة شوية، لان انت بتتعاقد مع شركة زي شركات طلبات او ديليفرو او مطعم مثلا، وبتاخد على الاوردر مبلغ معين،
ونقول مثلا من 8 درهم ل 13 درهم على حسب الشركة أو المطعم اللي بتشتغل معاه. وفي تارجت مثلا المطاعم العادية بيديك اوردرات طول اليوم، بتبقى موجود في اوردر بتشتغل، مفيش بتفضل مستني، مفيش مرتب ثابت يعني. شغلها مش أقل من 12 ساعة، علشان ايه تبقى عارف في البداية الحاجات دي بتبقى شغلها عدد ساعات كبير. عشان تحس انك عملت فلوس منها بتبتدي طبعا مثلا من 2500 ل 3000 درهم. لكن انا بشوف، وده رأيي يعني ورأي ناس كتير بتشتغل في المجال ده، توصيل الطلبات ده هو الشغل يعني احسن مع الشركات زي طلبات ونون وديليفرو وكافو، بتبقى احسن كتير من المطاعم، لان شغلها كتير. بيديك يوم اجازة في الاسبوع وليك حقوق ويعملوا لك اقامة ويسلموك مثلا هم الموتوسيكل، بس الشغل تقريبا 12 ساعة زي ما انا قلت لك. وفي منهم الشغل والراتب على حسب الطلب، وفي منهم بيبقى الراتب ثابت زي شركة مثلا ديليفرو او طلبات. بس طبعا في الاول لازم يبقى معاك رخصة قيادة دراجة نارية يعني علشان تقدر تشتغل في توصيل الطلبات بالبايك. تاني حاجة من مصادر الدخل هنا وهي السكن الشيرنج. وانا حبيت اتكلم في الموضوع ده عشان ناس كتير كتبت لي في التعليقات في فيديوهات سابقة يعني عن موضوع السكن الشيرنج ده مربح ولا مخاطرة على الفاضي. فهتكلم بالتفصيل عن موضوع السكن الشيرنج ده عشان تبقى عارف كل جوانبه قبل ما تفكر انك تعمله. طب في البداية ايه هو السكن الشيرنج ده؟ هو انك تجيب مثلا شقة ويستحسن تكون كبيرة على الاقل غرفتين او ثلاثة، وتبتدي بقى تقسم الغرف دي لسراير، مثلا كل غرفة 3 أو 4 سراير على حسب مساحة الغرفة. انت بقى تقرر هل الشقة تستحمل تعمل سراير سنجل ولا دبل، اللي هي دورين دي طبعا بيبقى العدد الضعف في الغربة. فهنقول مثلا ان الشقة كده هيسكن فيها مثلا مش اقل من 12 فرد، وكل فرد مثلا بيدفع من 600 ل 1000 درهم على حسب الشقة انت واخدها في مكان حيوي، في عجمان، في الشارقة، في دبي، كل إمارة ليها سعرها. وعلى حسب مكان حيوي قريب من محطة باص أو مترو ولا لأ، فأنت بتبتدي تقسم الشقة بقى على النحو ده. وكل شهر بتاخد إيجار كل سرير يدخل لك مثلا 5000 درهم مكسب بعد ما تدفع فواتيرك الشهرية كلها، كهرباء بقى ونت ومية وتنظيف السكن والإيجارات، حاجات كتير. تقدر تقسم الشقة لبارتيشنات بحيث إن كل شخص يقعد في بارتيشن لوحده مقفول عليه بابه، ويكون فيه سرير صغير ودولاب بقى صغير، بيبقى فيه يعني خصوصية شوية. وده سعر بيبقى أغلى شوية، ممكن في دبي بيوصل ل 1500 درهم في الشهر. لكن زي ما فيها مميزات فيها عيوب. أول حاجة هو مش قانوني، يعني ممكن في أي وقت يحصل لك حملة تفتيش على المكان، بيبقى فيها غرامة برضو تقريبا 10000 درهم أو 5000 في الحدود دي يعني. تاني حاجة ممكن هتلاقي فترات عندك هتكون أماكن فاضية مش ساكنة، وتلاقي ناس مشيت فجأة وحاجات تخرب في السكن، أجهزة أو أي حاجة، فأنت لازم تصلحها على طول. حد مثلا من الجيران اشتكى من العدد يبلغ عنك، ممكن حد من اللي ساكن يجي يقولك في مرة مش دافع، هتعمل له ايه؟ ولا حاجة، مش هتعرف تعمل له حاجة. وحتى لو دفع وخرجته مثلا عافية، أسهل حاجة يبلغ عنك لما يخرج وتيجي البلدية تفتش وتاخد الغرامة. فهي يعني مشاكلها برضو كتير، وعايزة حد فاضي للموضوع انك تفتح شقة واتنين وتلاتة عشان تقدر تكسب منها. بس هتدفع في الاول طبعا فلوس مش قليلة عشان تاخد سكن وتدفع تأمين وعمولة وتفرش السكن كامل، واول شهر او اتنين عقبال ما تسكن الناس يعني بالكامل. فده كل الوقت ده انت هتصرف فيه فلوس. فهو مشروع على المدى الطويل تكسب منه عقبال ما تلم فلوسك منه، وبعد كده تشوف المكسب. في حاجة تانية بدل الشيرنج، وهو انك تاخد شقة استوديو مثلا او غرفة او غرفتين وصالة ثانوي، وانت تفرشه فرش كويس وتأجره مفروش لعيلة مثلا، مش شباب، او شباب مثلا شيرنج او حاجة. في ناس كتير بتحب تجيب عائلاتها يعني كل فترة، ومش بيحبوا ايه يدفعوا ثانوي وتأمين وفرش وكده، فبيفضلوا ياخدوا شقة مفروشة جاهزة. وطبعا دي بتبقى احسن شوية لان السكن العائلي مشاكله اقل بكتير من الشيرنج بالشباب وكده يعني. ممكن يطلع لك في الشهر مثلا 2000 درهم مكسب، لو جبت شقتين او ثلاثة نفس الموضوع بيبقى المكسب اكتر. بس انت ايه، ليك شقتين بس تاخدهم ايجار في الامارة، يعني انت مثلا لو ساكن في الشارقة تقدرش تاخد اكتر من شقتين باسمك في الشارقة، فبتاخد في اكتر من امارة كذا شقة، وتخلي مثلا شخص معين يكون ساكن في الشقة ياخد باله من المشاكل اللي بتحصل في السكن اول باول، لانك مش هتقدر تحل مشاكل كل شقة في نفس الوقت يعني. دي من عيوب السكن الشيري.
تالت حاجة من مصادر الدخل وهي هتكون سمسار عقارات، وهنا بفرق بين سمسار عقارات على السوشيال ميديا وانك تكون بتشتغل وسيط عقاري، ودي حاجة تانية خالص، بتبقى شغل مستقل ولازم تطلع رخصة وسيط عقاري وتبقى بروكر عقارات وكده يعني. لكن انا بتكلم عن سمسار بتنزل اعلانات لشقق سكنية من الايجار سواء سنوي او مفروش، وبتاخد عمولتك يعني مثلا 300 او 400 درهم لما تتم البيعة او الايجار. ودي بتبقى محتاجة وقت شوية على السوشيال ميديا، بتحاول تنزل في الجروبات على الفيسبوك او الواتساب وترد على الرسائل والاستفسارات بقى طول الوقت، وممكن في اخر الشهر مثلا تعمل لك كام معاملة كده ويطلع لك مثلا من 1500 ل 2000 درهم من سمسار العقارات. رابع حاجة في مجال التداول، التداول ده أنواع كتير، يعني بتتداول بقى في الذهب، في الفضة، في العملات الرقمية أو العملات المالية، حاجات كتير في مجال البورصة والأسهم. بس ده طبعا مجال حواليه كلام كتير، مش هتكلم في الحلال والحرام هنا، بس هو محتاج خبرة شوية ودراسة للسوق، عشان هو مجال حساس شوية، ممكن تكسب مكاسب كبيرة وممكن تخسر كل حاجة في لحظة. فهو مجال بتاع ناس يعني معينة اللي بتحب البورصة والتداول ومتابعة الأخبار العالمية، اللي هي بتأثر بشكل كبير على مجال البورصة يعني والتداول بشكل عام. خامس حاجة مجال الدروب شيبينج، واللي ما يعرفش يعني ايه دروب شيبينج انا هشرح له يعني ايه دروب شيبينج. دروب شيبينج ده هو انك عبارة عن وسيط بين البايع والمشتري، بتوصل البايع للمشتري من غير ما تكون عندك البضاعة ولا حتى تملكها. بمعنى اوضح انك بتعمل متجر الكتروني وتوصل متجرك ده بالتاجر اللي مثلا في الصين، وتتفق معاه انك هتبيع الحاجة بتاعته على متجرك الالكتروني ده، وتعمل اعلانات على المنتجات دي، ولما تيجي بيع للمنتج بتبعت مثلا بيانات المشتري للتاجر اللي هو في الصين، وهو المسؤول عن توصيل وتحضير البضاعة للمشتري وشحنها ايا كان مكان المشتري فين، وهو بيوصلها له. وانت بتاخد فرق الربح ليك، لو التاجر مثلا بيبيع الحاجة ب10 دولار، انت مثلا هتبيعها ب40 دولار وتاخد الفرق ليك. برضو قبل اي حاجة مش هتكلم عن حلال وحرام، الحاجات دي ممكن تسأل فيها ناس متخصصة، انا مجرد بقول لك افكار. ومجال الدروب شيبينج مختلف شوية عن باقي مصادر الدخل اللي وضحتها قبل كده، لانها بتحتاج مبلغ مش قليل عشان تبتدي، ومحتاجة وقت ومجهود كبير عشان تنجح البيزنس ده، لانه مجال كبير. هو يعني هو مش سهل خالص، عايز بس تركيز وتفكير وشغل عليه. هو مجال لو نجحت فيه انت مش محتاج اي مجال تاني جنبه، لانه مربح لاقصى درجة بجد يا جماعة. فعلا الدروب شيبينج ده في ناس عملت منه ملايين حرفيا، بس عايز في الاول انك تدرس الاول ان يعني ايه دروب شيبينج وتعرف اسراره، ولما تبتدي في تركز فيه كويس قوي، تصرف عليه في الاول عشان يكبر وتنجح فيه يعني. وده من اهم مصادر الدخل اللي انا بعتمد عليها بقالي فتره، يعني بقالي تقريبا سنه، وكل ده انا ما زلت بتعلم فيه لانه مجال كبير ومليان اسرار. تمام. سادس حاجه هو مجال السيارات، وهو انك تشتري سياره مثلا بسعر كويس، لقط يعني، تكون مثلا محتاجه مثلا صبغ، محتاجه تظبط فيها شويه حاجات، مثلا تروح المزادات بيبقى فيه سيارات مدعومه او مخبوطه خبطه خفيفه ونازل في سعرها مبلغ كبير، فانت بتاخدها بسعر كويس، بتبقى عارف جراج انت بتتفق معاه، بتجيب له العربية، بيصلحها طبعا، فلازم يكون شاطر يرجعها يعني اكنها جديدة. انت بقى بالخبرة بتتعامل مع حد ياخد مبلغ ويرجع لك العربية دي جديدة وتبيعها بسعر كويس، بتكسب فيها مبلغ محترم. دي تجارة يعني واخدة حقها هنا في الامارات. انتوا لو ملاحظين كل مصدر دخل بنطلع في الليفل شوية، كل حاجة ومحتاجة مبلغ في الأول عشان تكبره، وأي تجارة في الدنيا نسبة مكسب وخسارة يعني فيها موجودة، يعني دي المكسب والخسارة موجودة، يعني مفيش أي تجارة في الدنيا تقدر تقول دي مكسبة 100%. عشان كده أنا أي تجارة تفكر تدخلها لازم تكون حاطط في بالك إنك هتدفع في الأول مبلغ عشان تكبره. مفيش حاجة اسمها هتاجر بدون راس مال، حتى ولو كان صغير، بس لازم مبلغ تبتدي بيه، وربنا بيكرمك وتنجح شوية شوية تكبر النجاح ده يعني والمشروع ده. بس لازم يعني تركز فيه وتعمل فيه مجهود يعني في الأول علشان تكبر. لكن ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك تعمل مشروع أو تتاجر مثلا بدون ما تدفع حاجة في الأول، مفيش الكلام ده. أي تجارة في الدنيا لازم تبتدي بخسارة. ليه بتبتدي بخسارة؟ علشان انت اول حاجة بتدفع فلوس وبتستنى على الاقل مبلغ اللي انت دفعته ده عشان يرجع لك، ولما بتسترده بيبتدي ده تفكر في المكسب. فعشان تتاجر وتكبر مشروعك تصرف في الاول حتى لو مبلغ بسيط عشان تكبر في التجارة دي وتتوسع بعد كده بإذن الله. انا قلت بعض الافكار اللي ممكن تفيد فئة معينة من الناس، لان على فكرة كل واحد مختلف في طريقة تفكيره عن التاني، فعشان كده مش لازم كل فكرة تعجب كل الناس. في ناس تعجبها فكرة السكن الشيرنج
ناس تانية دماغها في التداول، حد تاني يقولك لا خلينا في المضمون، اشتغل كار ليفت احسن. فمش شرط تشوف الفكرة مش مناسبة ليك يعني تكون مش مناسبة للكل، كل واحد مختلف عن التاني. لكن في الفيديوهات الجاية هتكلم عن المشاريع ممكن نفكر فيها على ارض الواقع يعني، بس هنبتدي بمبلغ اكبر شوية. انا في الفيديو ده اتكلمت في افكار بسيطة تعتبر دخل اضافي بجانب الوظيفة الاساسية، يعني حاجة كده تسند مع المرتب. لكن ان شاء الله هعمل فيديو تاني عن افكار لمشاريع تغنيك عن الوظيفة لو معاك مبلغ وحابب تستثمر في الامارات ان شاء الله. ده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتسيب رأيك في الكومنتات، واشوفك الفيديو الجاي.